المنتخب المصري في أول مواجهة أمام زيمبابوي يفوز بشق الأنفس مرموش وصلاح. حسام حسن بفكر بيوريك إنه حسام حسن مدرب على قده جدا جدا جدا. بصوا بقى، تعالوا نتكلم واحدة واحدة ايه اللي حصل في الماتش بالتفصيل. أول حاجة نتكلم عن التشكيلة حسام حسن اللي غريبة أوي، اللي فاجئنا بيها النهاردة كلنا وفاجئ مصر بيها. فراس مروه الشناوي اللي انا شايفه اصلا ما يصلحش انه يروح منتخب مصر. على اليمين هاني، وعلى الشمال محمد حمدي، حسام عبد المجيد، وياسر ابراهيم. في نص الملعب مروان عطية وحمدي فتحي، صلاح، امام عاشور، عمر مرموش وتريزيجيه. بدأت انت الماتش بهجوم شرس في اول 10 دقايق. قلنا خلاص ده المنتخب نازل يكسب 3-4 مستريح ويضمن الماتش بدري بدري. اول 10 دقايق مضيع 3 فرص، هجمة لامام وهجمة لمرموش وهجمة لتريزيجيه. قلنا لا، ده منتخب مصر داخل كده حامي على البطولة وشكله هيجيبها. فجأة واحدة كده في الدقيقة 20 تلاقي هجمة عشوائية للمنتخب الزيمبابوي اللي عجبني صراحة الحارس بتاعهم النهارده. عرضيه من عند محمد حمدي، حسام عبد المجيد واقف مش مركز، اللاعب ياخدها ويروح في اتجاه الجون. ياسر ابراهيم اللي المفروض يقطع على اللاعب ويقف قدامه في اتجاه الكوره راح يرمي نفسه، خلى الشناوي مش شايف حاجه ومش قادر ينط. مش هلومك انت اصلا يا شناوي، مش عارف تمسك الكوره، ده انت كل كوره تتشاط تفلت من ايدك تنزل على الارض. عايز ايه تاني يا شناوي؟ عايز ايه تاني؟ بقالي كتير قوي ما اتكلمتش في كوره يا شناوي. اقسم بالله خليتوني النهارده اطلع اتكلم في الكوره. حرام اللي بيحصل في منتخب مصر، بتكسب بشق الانفس، فوز كويس، تبدا بيه البطوله. بس مش ده المنتخب، مش ده الفرقه اللي انت داخل تجيب بطوله. انت تطلع من دور المجموعات. انا بتفرج النهارده على ماتش انجولا وماتش جنوب افريقيا، اقسم بالله فرقتين بيلعبوا كوره احسن من بعض، اقسم بالله. ماتشين الجايين صعبين، اصعب من بتاع النهارده. فرقتين بينقلوا كوره كويس جدا جدا. طبعا عارفين جنوب افريقيا التطور بتاعها اللي كل سنه تلاقي رونالدو وسان داونز رخمين جدا جدا في جنوب افريقيا. لا، فرقه وكايزر تشيف، لا، في جنوب افريقيا في تطور. انجولا بدانا نشوف اللعيبه بتاعتها تنتشر زي ما بيقولوا، زي شيكو بانزا في الزمالك. لا، في يعني الناس بدات تنتشر والكره بدات تتطور في افريقيا. الا احنا عندنا هنا الكره ما بتتطورش، الكره مفيش حاجه، كلها وسايط. مفيش اصلا كره عندنا. سيبك من الفوز وسيبك انك كسبت، بس انت كسبت ازاي؟ بهجمتين لولا صلاح ومرموش ما تكسبش النهارده. مرموش النهارده بيعمل كل حاجه في الكوره. ومش عندي، عايز اعرف بس حسام حسن ازاي جاله اقتناع انه لاعب امام؟ هو غيره عشان مصاب ولا غيره تبديل تكتيكي؟ ما نعرف. اصل هو اكيد ده مش تغيير تكتيكي اصلا يا حسام، انك اصلا ما تفهمش في التكتيك. رقم واحد، حسام انت النهارده عشوائي. مش هنقول غير مبروك للشعب المصري مش منتخب مصر، مبروك للناس اللي كانت صراحه النهارده باينه على وشوشها في القهاوي وفي كل حته. لا، عايزين المنتخب يكسب، عايزين المنتخب يعمل حاجه بعد النكسه في كاس العرب. طبعا ما اتكلمتش انا خالص على كاس العرب، نكسه. ما عملتش اي حاجه انت في كاس العرب ولا عملت حاجه. منتخب سايق مع حلم طولان، ولكن سيبنا خلاص صفحه واتقفلت ما نعيدهاش. نركز في البطوله وناخد كل ماتش بخطوته. الماتش الجاي جنوب افريقيا يركزوا فيه على قد ما يقدروا. لو خدت مركز اول والله هتلاقي مالي في وشك، هتلاقي ممكن والله زامبيا تعدي. ممكن تلاقي فرقه مثلا كوتيفوار، الكاميرون. ما تروحش بقى في اتجاه جزائر، مغرب، تونس، الفرق الرخمه دي. مفيش هنا عندنا كره في مصر خلاص. وحسام حسن مش عارف يعني من اول ماتش ما بيقعدش على الدكة على الاطلاق. حسام حسن شكله ناوي يعمل حاجة في البطولة. ما تنساش عارف الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك والكومنت الايجابي. ما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين. اللهم كن لهم عونا ونصرا.